اخواتي واصدقائي واحبائي في الله، نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. الجو النهاردة يا جدعان ولع. الجو النهاردة درجة الحرارة حاجة 37 متهيألي او 36. طلعت عند سلاكة الحمام مفرهد مش قادر حتى ياكل الكلفة. حطيت الكلفة للحمام، بص الكلفة زي ما هي، الحمام مكلش حاجة. قلت ارتب عليهم واحط لهم شوية مية كده ينزلوا فيها يرطبوا على حالهم، الحمام مش قادر مفرهد كله بالحر. الجو ولع. رغم ان الاسبوع اللي فات كنت حاطط لهم ميه، بس هو الحمام مش مستحمل بصراحه. الحمام ما صدق اول ما حطيت الميه يا دوبك نزل على طول جري على الميه. بص عزه نايمه ازاي على جنبها. عزه عزه، لا دي مش عزه، دي رش. ده عزه واقفه بره اهي. اتلخبطت ما بينهم. الله، الدكر بتاعي بيقول لها قومي بقى. انت شويه وانا شويه يا جدعان، الميه كتيره بتتخانقوا على ايه يا جدعان؟ عيب يا جدعان، عيب يا جدعان، عيب. الجالون مليانه. بص عيشوا عيشوا، انا هفضلكوا الجالون كله. يلا رتبوا على حالكم. بص بقية الحمام اللي واقف فوق بيتفرج من فوق، دول المشاهدين. عندنا 4 مشاهدين مش عايزين ينزلوا ارض الملعب. في زغلول مستخبي جوه هناك اهو. بيقول لك الناس المجانين دي هم بيعملوا ايه يا ابني؟ انزل معاهم. والحمام حمام ما صدق يا جدعان، الحمام ما صدق. الجو ولع نار. يلا ها، مين هيرتب؟ مين تاني؟ الزغاليل نزلت. الزغاليل ما صدقت هي كمان. كان مش اول واحد بينزل ينط. بص عزة واقفه بره يا لهوي يا عزة. سفرد الحمام التاني ده الزغلول نام على جنبه بره. طب انت بتعمل ايه في الولعه اللي بره دي يا عم؟ خش في الميه يابا، قوم. مفيش فايده. عايز اجيب لهم حاجه اوسع بجد، عايز اجيب لهم حاجه اوسع عشان حمام بجد. يعني الجو ولع بصراحه النهارده يا جدعان. انا كنت طالع النهارده والله يعني مش هصور ولا اعمل فيديوهات يعني، بس بصراحه قلت نتسلى شويه مع بعض كده، نتفرج على الحمام وهي بياخد دش كده ايه في السريع. الدش ده برضك مفيد يعني، الميه دي برضك حاطط لهم عليها مطهر يعني عشان الحشرات. سيموسريد، حاجه زي كده. لو مفيش سيموسريد يا لهوي يابا، ده الاسم تقيل. مش عارف انطقها صح. بصوا يا جدعان، في ابسط الامور يعني انا برضك لو مفيش علاج بشري بحط سنه ملح مع 3-4 يعني غطيين خل، او نص معلقه ملح على نص، يعني على كميه الميه دي على نص الجالون. برضه بيطرد الحشرات، والحمام بيحبه لو شرب منه عادي مفيش مشكله. يعني الحمام لو شرب من الميه دي اللي فيها ملح وخل عادي، مش هيضره بحاجه عادي. بس هو كده الحمام ما بيصدق ينزل يستحمى فيها ومش هيشرب منها. بص الزغلول. يا ابني ايه، بص اهو طلعوا فوق، خدوا الدش الجميل وطلعوا ركنوا فوق بقى. هو لسه في زغاليل ما نزلتش، يعني الزغلولين دول ما نزلوش، الزغلول اللي ورا ده ما نزلش، لكن بندق وعزة تحت اهي. بس الزغاليل ما صدقت. الجو ولع يا جدعان والله، كتر خير الحمام. السلاكة عندنا فاتح فيها الشباك وفاتح فيها حتة، بس ما فيش برضه، الجو ولع خالص. كنت برضو طالع اقول لكم معلومه بالنسبه هعمل فيديو ان شاء الله يعني للاعشاب عامه، يعني سلسله فيديوهات للاعشاب للحمام. احنا بدأناها بايه؟ بدأناها بالفلفل الاسمر، وهنفضل كده مكملين سلسله الفيديوهات دي لغايه ما نجيب كل الاعشاب المفيده للحمام واللي تنفع للحمام. هنعمل سلسله فيديوهات ان شاء الله. يا مش خلاص، مش عايز اقرب من الكلف. خلاص هو متكيف كده. تعال تعال، خد، تعال.
هو انت راجل مستحمي. خد. عايز يركن هو كده يا جدعان، عايز يقعد. راجل واخد دش بقى حق، واللي مش فايلك دلوقتي لسه واخد دش. بس الحمام بينضف نفسه ازاي من الجو الحر يا جدعان. بص الحمام خلاص الجو ولع. حمام مسد. بصوا الزغاليل نايمة على جنبها في المايه. بصوا انا متهيألي شايف حشرات في المايه، متهيألي شايف حاجة اللي هي الدبانة دي الرخمة دي، انا بكرهها بصراحة. متهيألي شايف واحدة في المايه اهو هناك اهي في اخر الزاوية. هي دي فايدة الملح والخل، تطرد الحشرات دي وبتموتها بصراحة من فرد الحمام. الحمام فرد بيبقى فايق. بص الحمام ما صدق ازاي. بص العبسي خد الدش بتاعه وهيروح يكلف وياكل خلاص. الزغاليل فايق. بس طبعا مش هينفع بقى نسيب المية دي قدام الحمام كده، مينفعش. عشان لو سيبنا المية قدام فرد الحمام كده ايه، هيفضل نايم فيها وهيتعب. هيتعب مينفعش. خلاص هنشيل المية دي من قدامهم. بس لما نشيل يقوم الزغلول ده. ابا ابا قوم. ابا اللي نايم في البسين بتاع ابوك. قوم. قوم يلا اطلع. خلاص كده انت كمان. يلا مع السلامة. شاور سعيد ان شاء الله. وده كان فيديو النهارده يا جماعة، يا رب يكون عجبكم.